يلا حبيبتي روحي اغسلي اسنانك. هو كل يوم اغسل سناني؟ انا اصلا مش بحب المعجون ده وبيحرق لي بقي. يلا حبيبتي ممكن تلمي لعبك. هو ليه لازم بقى كل يوم انا اللي الم لعبي؟ ما ملك صاحبتي عمرها ما لمت لعبها لنفسها. الدراسات بتقول إن 65% من الأطفال بيظهروا سلوك المماطلة أو الجدال، خصوصا مع الأوامر الروتينية زي غسيل السنان، لم اللعب، المذاكرة. وده لأن الجزء المسؤول عن تنظيم واتخاذ القرارات المنطقية في مخهم لسه تحت الإنشاء، فبيحسوا إن الموضوع صعب وتقيل، وده بيخلي مخهم يدخلهم في حالة من المقاومة والمماطلة علشان يعطلوا المهمة دي أكبر قدر ممكن. نعمل إيه؟ هنقلل التوجيهات والأوامر ونبدلها بالروتين بنعمله كل يوم من بالليل لتاني يوم. الروتين بيلغي عنصر المفاجأة عند الطفل، فما بيحصلش صدمة للمخ لما بتقولي له يلا ذاكر أو لم لعبك أو خلص اللي وراك، لكن الطفل بيبقى قدامه زي صورة اتكونت في مخه بتقول إن بعد الغدا مثلا هعمل الواجب وبعده هلعب وبعده هلم اللعب بتاعتي، فساعتها الطفل بتكون استجابته أسرع. وحتى لو سأل هو أنا ليه أغسل سناني، ممكن تقولي ساعتها أنا شرحت لك قبل كده أهمية ده صح؟ ولو لسه مش فاهم ممكن بكرة في وقت فاضي أشرح لك ده تاني أكتر. تحب أجي معاك نغسل مع بعض ولا تحب تروح أنت لوحدك؟ وبس كده. وعلى فكرة الأطفال اللي أصلا بتسأل كتير وبتجادل كتير غالبا عندهم مهارات قيادة وتفكير واستقلال أعلى، فإحنا مش عايزين نكبت المهارات دي، إحنا عايزين ننظمها عشان نطور مهاراتهم بطريقة صح وعشان إحنا ما نتجننش. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم.